أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم تاني تشوية وش مع دكتورة مي نجيب. بنكمل سلسلتنا اللي احنا بادئينها بقالنا فترة اللي هي الهابي تشايلد. وبفكركم تاني ان احنا مش قصدنا ابدا بالهابي تشايلد ان الطفل يكون بيلعب كتير او بيضحك كتير، لا احنا بنتفرج على الطفل او عايزين الطفل اللي هو سعيد، يعني اللي هو عينيه بتلمع، اللي هو قادر ياخد قراراته، اللي هو بيعبر عن مشاعره وفرحان بأفكاره، اللي هو متفاعل جيد، اللي احنا بنشوفه دايما في عينيه فرحة ولمعان كده مش طبيعي. الحاجة اللي احنا هنتكلم عنها المرة دي مهمة جدا، اعتقد ان كلنا عارفينها، بس احنا عايزين نقول حاجتين كده بساط فيها بحيث ان احنا ناخد بالنا منهم. طبعا كلنا عارفين ان الطفل هيبقى سعيد لما انا كبابا وماما ما قارنوش بحد. يعني ايه ما قارنوش بحد؟ يعني ما قارنوش باخواته، ما قارنوش بحد من قرايبه، بولاد عمامه وخالاته كده. لكن في نقطتين مهمين احنا محتاجين ناخد بالنا منهم من حكايه المقارنه. اول نقطه ودي تهمني جدا هي فكره اني شئنا ام ابينا فكره المقارنه هتوصله. يعني هتوصله ازاي؟ يعني توصله لما في المدرسه ان الطفل اللي ناجح وجايب درجات عاليه يتكرم مثلا، يعني هو هيبتدي يفكر انا مش في النقطه دي، انا مش في المرحله دي، انا مش في. لما يبتدي في المجتمع العام يتقال مثلا فلان شاطر وما يجابش مثلا زي، فاذا انا مش خايفه من فكره المقارنه ان هي توصل له، لكن خايفه ان بابا وماما يبتدوا يقارنوه ويحسوه بان هو اقل. دي حاجه مهمه جدا. طب انا دوري ايه كبابا وماما؟ بما اني الفكره كده هتوصل له، انا كبابا وماما هعمل ايه؟ يهمني جدا ان انا لازم اركز كبابا وماما على الميزه اللي فيه. كل واحد فينا، كل طفل بيتولد، كل كائن حي بيتولد بيبقى فيه ميزه واضحه قوي قوي قوي، لازم اركز عليها. موهبه هو بيعرف يعملها وشاطر فيها، لازم انا اركز عليها وابقى واخد بالي ان انا دايما بقول له ان انت فيك الميزه دي، انت بتعرف تلون حلو قوي، انت رسمك جميل، انت تعاملاتك لطيفه، انت كلامك حلو مشجع، انت بتعرف ترتب الحاجات، انت بتعرف تركب الحاجات على بعض، whatever اللي هو شاطر فيه ايه. لكن دايما انا بديله فكره ان كل واحد فينا مميز، وكل واحد فينا الحاجه المميز فيها هو فعلا حلو فيها قوي. ما يهمنيش اني احنا نبقى صور من بعض، او ان احنا يبقى حاجاتنا واحده، او شاطرين كلنا في الرياضه، شاطرين كلنا في الماث، شاطرين كلنا في العربي، شاطرين كلنا في الانجليش. لا، انا بحاول افهمه ان كل واحد فينا ليه عنده موهبه، والموهبه دي هتخليه هو نفسه مميز، ولازم الاقي الموهبه دي ومحدش يقول لي طفلي ما فيهوش. ليه؟ لان كل واحد فينا فيه موهبه. الحاجه التانيه اللي انا محتاجه كبابا وماما اخد بالي منها فكره المدح. ان انا كبابا وماما محتاج دايما امدح اولادي. خدوا بالكم ان انا بمدحهم على المجهود المبذول مش على الحاجه اللي فيهم. يعني ايه على المجهود المبذول؟ يعني ما امدحهمش ابدا اقول له حبيبي يا سلام ده انت شاطر لانك ذكي. طب هو الذكاء ما عملش فيه حاجه، لكن هقول له انت شاطر لان انت بتبذل مجهود حلو قوي في المذاكره، انت شاطر لان انت مواظب على دروسك كويس قوي، انت شاطر لان انت بتتابع كويس قوي. يبقى انا دايما لما بمدح المجهود اللي هو بذله، مش بمدح الصفه اللي هو فيه. فهو يبتدي يحس ان مجهودي هو دايما ذو القيمه، هو دايما المقدر، مش صفه شخصيه فيا. فلو يعني ما اقدرش اروح لبنت اقول لها انت جميله حبيبتي، انت وشك جميل، انت عينيكي مش عارف حلو قوي، لون شعرك جميل يجنن، لكن اقول لها انت اهتمامك بصحابك حلو،
مساعدتك لماما جميلة، انتي بتهتمي بصحابك بطريقة لطيفة، انتي بتحبي الناس، انا بعمل ايه؟ انا بمدح المجهود اللي هي بتبذله ناحية الآخر، بمدح المجهود اللي هي بتبذله في دراستها، لكن مش بمدح صفة شخصية فيها، شكلها الحلو أو لون شعرها الجميل أو ذكائه اللي هو ملوش دعوة بيه. بمدح المجهود، ممكن ذكائه امدح ان هو بيبذل مجهود اكتر فبينمي ذكاء، برافو ان انت عندك صبر في اللعبة الفلانية فده بينمي ذكاء. اذا الحاجة اللي عايزة الخصها لكم في الاخر ان الطفل السعيد هو الطفل اللي مفيش في دماغ بابا وماما مش بس في لسانهم فكرة المقارنة، ان انا بقارن عيالي بالناس التانية او بعيال التانية، وباخد بالي ان حتى لو فكرة المقارنة وصلت له من المجتمع اللي انا عايش فيه، لكن الفكرة دي بدل ما لقيتش صدى جوايا كبابا وماما هي مش هتبقى مؤثرة على طفلي، الى جانب ان انا دايما باخد بالي من المواهب اللي موجودة في طفلي، في نفس الوقت ان انا امدحه على الحاجات، على المجهود اللي مبذول مش على الصفات الشخصية بتاعته. وبكده انا بخلي طفلي دايما فرحان، لاني دايما حاسس ان هو متقدر من بابا وماما ومتقدر كل مجهود هو عامله. شكرا، واعملوا سبسكرايب عشان يوصلكوا باقي سلسلتنا اللي جايه عن الهابي تشايلد والطفل السعيد. باي.